الزمالك لما هيروح البطوله العربيه، انت قلت لي كنت عايزه يعتذر. طيب هو ما ايوه، زي ما اعتذرش. اعتذر في ماتش السوبر ماشي، هو يعتذر. اعتذر في ماتش السوبر خاف لان خاف في على حاجات. اسم نادي الزمالك، لان اسم نادي اه الزمالك كبير. بطوله السوبر ما فيهاش امل في انك سوري، بطوله البطوله العربيه ما فيهاش امل ان نادي الزمالك يعمل اي شيء من وجهه نظرك في ظل الشكل ده. اه بالمدرب ده واللعيبه دي. اه لا انسى. مم. احنا هنضحك على يعني ما بعض. تكسبش الاتحاد المنستيري اللي النادي الاهلي كسبه في اول السنه في الدور التمهيدي. مش هتكسب الشباب السعودي. بالشكل ده ما تكسبش حد. مش هتكسب النصر اللي فيه كريستيانو. انت بتهرج لا انا بس يعني نادي ولا الزمالك، بتتريق؟ فكره نادي الزمالك يعني. ايوه نادي كبير، بس اه انا عشان اروح بطوله زي دي اروح اخدها يا فاروق. مم. العب على الاول والتاني، والتاني نسقف لك ونقول لك اديني توقعك كده اللي دائما يا كابتن بيكون لا، ما انا ما اعرفش الفرق مستواها ايه اللي اه هناك، بس انت اسمهم يخض. مم. يعني النصر والشباب والاتحاد المنستيري والاتحاد، اللي ده اللي في سيبك من الموضوع. الاتحاد المنستير اه ممكن عادي، انما الاثنين التانيين لا، جايبين لعيبه. شوف الدوري السنه دي عامل ازاي في السعوديه، مم. وجايبين لعيبه عامله ازاي. مم. انت بتسمع ارقام بتتخض. مم. 100 مليون دولار ده اقل لعيب جايبه. لا طبعا قصه تانية دلوقتي خالص، طيب راحوا يعني في انت حته انت تانية. فرق زي دي مستعده وراحه، وكل واحد شادد الفتله عشان ياخد البطوله. مم. وانت هنا ما جبتش صفقات وما جبتش لعيبه، ومعاك مدرب انت شايف مش عارف يقرا الدوري بتاعنا عامل ازاي. مم. ده ساعات بيلعب نضاي باك رايت، وساعات بيلعبوا باك ليفت، وساعات بيلعبوا ما وينج هو في رايت. ناس تيجي تقول لك ما هو اللي عنده. ما الفش. مم. الاعب كل واحد على، يعني انت مثلا يرضيك بيلاعب المسلوسي جوه مساك، وبيطلع الزناري البطيء اللي ما بيعرفش يعمل اوفر يطلعه يلعبوا باك رايت؟ ينفع؟ مم. وتقول لي اصل ده اللي عنده ايه؟ ما تحط ده هنا وتطرف ده الناحيه دي. على الاقل ده حافظ الحته دي، حتى برغم ان هو مستوى قليل بس حافظها. والمسلوسي والواد والزناري، مصطفى الزناري، هو مش هتلاقيه الا في الحته بتاعت القلب، زي امبارح لما لعب كده. هيعرف يقف في الحته دي، يعرف يطلع بدماغه، يعرف يشتت، يعرف يعرف يراقب. واخد بالك؟ انما حته الباك رايت دي مش بتاعته، بطيء. وبعدين انت بيتطلب في الطريقه دي انه يطلع ويعمل كروس، ما بيعرفش يعمل كروس. وبعدين في الارتداد مش سريع. وتقول لي مش عارف ايه. وبعدين يلعب في الماتش اللي هو قبل من النادي الاهلي بيلعب باتنين ديفندرات، اللي هو كان عمرو السيسي ورؤى، ويجي الشوط الثاني يطلعهم الاثنين وينزل فتوح وينزل عمر جابر. ايه يابا ده يابا؟ مم. ايه الكوره دي؟ طب ما تشيل واحد، طلع واحد وسيب واحد. معقوله كل الوقت ده وما عرفش تفاصيل ما والله فرقته ما عارف حاجه، هي ماشيه. ولاعيبته يا كابتن. هي ماشيه. وبعدين مشكله كمان نادي الزمالك لما كان بيكسب ازاي؟ برضو الفرق ما بتروحش على نادي الزمالك. ما هي دي المشكله عندنا في الدوري المصري، الفرق اللي بتلعب الاهلي والزمالك ما بيروحوش. مم. اي فرقه قصدك لو كان في جراءه اكتر كانت ماتشات تانية بغض النظر، ما اكتر انا من كده هخسر. نادي الزمالك يخسر. الزمالك والاهلي يخسروا بس روح. هو دلوقتي مثلا مقاولين لما راح امبارح مش جاب جون؟ بس كرة ثابته. بغض لا يا النظر. كابتن كرة ثابته يعني برضه ما تتحسبش في انك طب بتلعب والجون كوره اللي هو وتنقل اتلغى بتاع لغايه ما فيوتشر، بتجيب جول ايه. وجون فيوتشر اللي اتلغى. ماشي، ما انت لا برضه انا قصدي انت مش هتفضل يا قاعد مكانك، حبيبي يعني قاعد في ال اسمعني. 18 بتاع يا حبيبي الاهلي قاعد في هيكسب، 18. انا الاهلي هيكسب، بس انا بقول لك ايه، ان انت لما هتروح هتهدف في الاهلي وفي الزمالك، ده القصد. امم يعني ايامنا مثلا كانت الموضوع بيبقى صعب. امم انت واخد بالك؟ يعني انت مثلا طول الموسم بيخش 8 9 اهداف فيك، ليه؟ عندك نص ملعب كويس وديفنس كويس. انما دلوقتي الكره اختلفت تماما. بس المشكله بقى في الفرق اللي بتلاعب الاهلي والزمالك ما بيروحوش ليه؟ ما انت لما فيوتشر راح جاب جون، لما الاسماعيلي راح جاب جون، لما المقاولين راح. انت فاهمني؟ فانت لو رحت مرتين ثلاثه هتجيب، طالما ان انت بتروح. زي فاركو كده امبارح يعني. بالظبط كده. فانا قصدي ايه؟ ما يبقاش انت عارف ان انت هتخسر في ماتش الاهلي والزمالك، صح؟ طب ما يبقاش خساره وشكلك وحش. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا بنبارك لجمهور الزمالك على الفوز الاتحاد المنستيري 4-0، وفي نفس الوقت رضا عبد العال مش مقتنع تماما بنادي الزمالك انه يقدر يعمل حاجة في البطولة العربية، وتوقعاته صدقت لما قال لك ان
ماتش المنستير هيكون سهل للزمالك، والزمالك ده الماتش الوحيد اللي هيعديه، وباقي المطوشة الزمالك مش هيعرف يعمل فيها حاجة، مش هيقدر يعمل حاجة مع النصر بنجومه بكريستيانو رونالدو ولا الشباب السعودي. ده كان رأي رضا عبد العال. لكن أنا بقول لك يا رضا، لسه برضه النصر ما ظبطش أموره للدرجة ولا الشباب السعودي، هما لسه في بداية تكوين الفريق وبداية مشروعهم الجديد، لسه ما بنتش آثاره على أداء الفرق السعودية حتى تاريخه، فممكن الزمالك يعمل حاجة لو شد حيله شوية. نتمنى لهم التوفيق، مع إن أنا أهلاوي أصيل، بس بتمنى لكم التوفيق، ربنا يوفقكم. وإن كنت أهلاوي أصيل شجع الأهلي بقلبك وضمير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متنسوناش باللايك والاشتراك. سلام.